ثانوية ولا بكالوريا؟ طب لو دخلت ثانوية هدرس ايه؟ لو دخلت بكالوريا هاخد مواد ايه؟ طيب انهي الأحسن؟ الثانوية ولا البكالوريا؟ كل التفاصيل يا صديقي في الفيديو ده، يلا بينا. يلا بينا بقى يا باشمهندس نعرفوا ايه الفرق بين الثانوية والبكالوريا. بيقول لك يا باشمهندس ان أول حاجة النظام، عندنا هنا بكالوريا وهنا ثانوية. طيب فرص الامتحان يا باشمهندس، ليك في البكالوريا تخش مرة واثنين وثلاثة وأربعة. طيب أنا دخلت أول مرة ما عجبنيش الدرجة، أخش تاني، أخش تالت، أخش، ليك 4 مرات في البكالوريا. طيب أما ثانوية عامة ليك مرة واحدة بس يا باشمهندس، زائد دور تاني. لا قدر الله ما جبتش درجة حلوة أو ما نجحتش فتخش دور تاني، ده ثانوية عامة. طيب احتساب المجموع، اعلى الدرجات في البكالوريا مش انت بتخش 4 مرات، هياخدوا اعلى مجموع. مثلا جبت مره 30 مره 40 مره 50، هياخدوا اعلى درجه اللي هي 50. طيب في ثانويه عامه لا، ثالثه فقط، بياخدوا درجات سنه واحده بس اللي هي سنه ثالثه بعد اخر السنه. طيب ماده التربيه الدينيه يا باشمهندس، بيقول لك النجاح من 70%، يبقى دي ماده مقرره في البكالوريا، التربيه الدينيه. طيب في الثانويه العامه لا تضاف للمجموع، يبقى اذا في الثانويه العامه لا تضاف في المجموع. طب تخصصات او مسارات البكالوريا، عندنا يا باشمهندس 4 تخصصات: طب وعلوم حياه، اعمال، هندسه وعلوم حاسب، هندسه وعلوم حاسب، اداب وفنون. يبقى طب وعلوم حياه، اعمال، هندسه وعلوم حاسب، واداب وفنون. طيب الثانويه العامه زي ما احنا عارفين علم رياضه، علم علوم، ادبي، بس كده يا باشمهندس. يبقى هنا تخصصات وهنا علم رياضه، علم علوم، ادبي. طيب الفرنساوي يا باشمهندس او الالماني او الايطالي على حسب مدرستك اللي هو اللغه الاجنبيه الثانيه، بيقول لك ماده تخصص، يبقى ماده تخصص في البكالوريا بس في ايه؟ في مسار واحد اللي هو الادب والفنون، في المسار واحد اللي هو ايه؟ الاداب والفنون. طيب بقى في الثانويه العامه لا يضاف للمجموع، يبقى التربيه الدينيه في الثانويه العامه لا تضاف للمجموع، هو والفرنساوي الماده الثانيه. طيب في البكالوريا لا، ماده تخصص في اداب وفنون اللي هي الفرنساوي، والدين اللي يضاف للمجموع، ونجاحه من 70% يا باشمهندس. طيب بقول لك تحسين المجموع، يعني ايه تحسين؟ مش احنا قلنا ليك تخش مره واثنين وثلاثه واربعه في البكالوريا، يبقى اذا ليك تحسن المجموع واخذ اعلى ايه؟ اخذ اعلى درجه. طيب في الثانويه العامه غير متاح يا باشمهندس، يبقى باخد هو درجه واحده، يا اما صابت يا اما خابت، ربنا يوفقكم كلكم. طيب اللغه العربيه في البكالوريا هيدرسها في اولى وثانيه بس، يبقى البكالوريا هيدرس في اولى وثانيه بس ايه؟ لغه عربيه. طيب في ثانويه عامه اولى وثانيه وثالثه، اولى وثانيه وثالثه، يبقى العربي في البكالوريا بيدرس اولى وثانيه بس، وفي ثالثه ما بيدرسش. طيب في الثانويه العامه لا، اولى وثانيه وثالثه. طيب المجموع يا باشمهندس، احنا عارفين ان البكالوريا سنتين، ثانيه وثالثه مع بعض ب 700 درجه، يبقى البكالوريا 700 درجه، ثانيه وثالثه بيضافوا لبعض. طيب سنه ثالثه ثانويه عامه 320 درجه سنه واحده، يبقى 320 درجه سنه واحده يا باشمهندس. يبقى البكالوريا 700 درجه والثانويه العامه 320 درجه. طب انت يا باشمهندس شايف انهي احسن؟ انا الحقيقه ما اقدرش اقول لك الكلام ده الا غير على نقطتين. يعني اللي مثلا حاسس المستوى ضعيف وعاوز يحسن يخش بكالوريا. البكالوريا دلوقتي بقت سنه ثالثه ممكن ندرس مادتين او ثلاثه بالكثير، اما الثانويه العامه 4 أو 5 مواد. فالبكالوريا نظام جميل جدا، وده اللي جاي، يعني البرمجه والهندسه وعلوم الحاسب ديت ده اللي جاي، ده المستقبل. فالبكالوريا نظام جميل جدا والله، يعني انا شايفه اللي هو عاجبني، نظام جميل. كفايه اللي هو فيه التربيه الدينيه ماده اساسيه غير الجمال اللي فيه كله الثاني. فاذا يا باشمهندس انا شايف، يعني رايي، انا شايف البكالوريا احسن. ربنا يا رب يوفقكم. اكتبوا لي في التعليقات انت هتخش ثانويه ولا بكالوريا، وايه رايك في الموال ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.